ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ الفيديو ده لكل مدرب من المدربين اللي هي بتقلل من مدربين تانية عشان خاطر يجيب عميل جديد، ويا ريت تكمل معاك القصة دي. من اسبوع كده جات لي بنت كلمتني انا نفسي ابقى من العملاء اللي معاك وكل الكلام الجميل لاي مدرب بيسمعه في البداية ده. وقالت لي ان هي كانت بتتمرن مع مدربة والمدربة مش احسن حاجة ومش على كفاءة وكل الكلام ده. فانا طبيعي بسأل ليه، يعني ليه بتقولي على مدربة كده؟ طبعا كل الكلام اللي قالته ان العميلة هي اللي غلطانة. فطبعا انت منتظر ان انا اقول لها مدربة وحشة؟ لا، ما عملتش كده والله العظيم، هذا ما حصل. فقلت لها لا، انت اللي غلطانه، والمدربه مفيش فيها عندها اي مشكله خالص، المدربه كانت بتتعامل معاك صح، ولكن لو انت عايزه تغيري المدربه عشان حاجه نفسيه فمفيش مشكله. وفهمتها ليه انا بقول لها كده وليه المدربه عملت معاها كده، عشان ما يبقاش يعني الموضوع ان انا بنحاز للمدربه عشان هي في المجال والكلام ده. فخلاص اقتنعت وقالت لي بعد اسبوع اكلمك ونظبط هنتمرن وهنعمل ايه والدنيا دي. قلت لها خلاص ماشي. فعدى الاسبوع كلمتني النهارده، بعتت لي رساله بقى يعني ايه ما تفهمش ايه الجنان اللي بيحصل. لقيتها بعتت لي رساله انت المره اللي فاتت قلت ان المدربه كويسه وغلطتني وخلتني وحشه وخلتني مش عارف ايه والكلام ده كله. فبقول لها يعني ايه اللي خلينا نتكلم في حاجه زي كده؟ الموضوع ده احنا تناقشنا فيه وانتهينا منه خلاص، وفعلا المدربه مش غلطانه والغلط كان عندك انت، وما فيش اي مشكله يعني. فخلاص حصل خير وانت قلتي هغير المدربه وخلاص الموضوع انتهى يعني. المهم هي تقريبا هرموناتها طفحت عليها، مش عارفه تتحكم في نفسها، فدخلت لا انت ما ينفعش تقول لي كده، انت مش عارف ايه وكل الكلام ده. طبعا قلت لها بقول لك ايه، انت طريقتك مش مناسبه معايا وانا مش همرنك، شوفي مدرب غيري. ورحت نايم محادثه وعامل لها بلوك وخلصنا ايه من وجع الدماغ ده. مش من المنطقي انت كمدرب تقلل من مدرب عشان تاخد عميل جديد. العميل طلع نزل، هو مجرد عميل هيمشي، عميل هيجي 10 مكانه، ولازم تكون مقتنع بحاجه زي كده 100%. طول ما انت شغال على نفسك عميل هيمشي هيجي 10 مكان، والله العظيم زي ما بكلمك ده حقيقه. فنصيحه مني لكل بنت قررت انها تتمرن مع مدرب، وخصوصا انا، ما تتعامليش مع المدرب على انه جوزك فهرموناتك تطفح عليكي وما تعرفيش تتحكمي في نفسك. الكلام ده لا، ده ما ينفعش. انا مرنت سيدات كتير جدا، معظمهم لما كانت مثلا بتيجي واحده تقول لي انا تعبانه او في حاجه، فخلاص لما بعرف ان هي تعبانه انا بفهم الدنيا فيها ايه، فما برضاش اشد عليها في الدايت والكلام ده كله، بحيث ايه ان برضو يعني نحاول نحسن مودها وكده. حتى كنت بديها حاجات تحسن مودها وفي نفس الوقت بسيبها لحد ما ايه الموضوع ده ينتهي من عندها يعني. فدي كانت بتعرف تتحكم في نفسها. انما انت واحده ما عندكيش كنترول على نفسك، ما تعرفيش تتحكمي في نفسك، فصدقيني اخرتك معايا هتكون البلوك، هتبقى خسرت اشتراك يعني بدون داعي. دور المدرب انه يوفر لك الخطط المناسبه ليك، خطه التمرين، خطه التغذيه، خطه الفيتامين والمعادن بالجرعات المظبوطه، خطه المكملات الغذائيه بالجرعات المظبوطه، نتبع طرق معينه عشان نوصل لهدف معين في وقت معين. كل الحاجات دي ده دور المدرب. انما المدرب مش دوره انه يتحمل بنت مش قادره تتحكم في هرموناتها ومش قادره تفرق ما بين جوزها وما بين شخص بتتعامل معاه في خدمه. فياريت انت كمدرب ما تقللش من مدرب قبلك عشان خاطر تجيب عامل جديد. دي نقطه. النقطه الثانيه، لو ما بتعرفيش تتحكمي في هرموناتك وتعملي كنترول على نفسك، نصيحه مني ما تتعامليش معاه، لان اخرتك هتكون البلوك في الزباله. والله العظيم والله العظيم هذا حصل، وانا عملت كل كلمه بقولها في الفيديو ده غير ان العميله لما دخلت لي اصلا انا يعني اللي شفته من الحاجات اللي هي بتنزلها خلال الاسبوع ده، كانت بتنزل حاجات يعني ايه اللي هو من غير هدوم، وطريقتها في الكلام ما تدلش ان دي واحده عايزه تتمرن. انا ما شغلنيش، انا كده كده ما بتعامل مع عميله بتعامل شغل، ما بخشش في السكه التانيه، بتعامل شغل. وطبعا انا عارف ان ناس كتير هتقول لي انت بتقول كده عشان خاطر هي ما اشتركتش معاك. لا، هي كانت هتشترك معايا برضه، بس انا اللي قفلت وعملت لها بلوك. بس هي دي كل القصه. ما تقللش من المدرب عشان تجيب عميل.